السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنعمل رز بلبن بالظبط زي بتاع المحلات، وهنعمله بكل سهولة. ده هيبقى أسرع رز بلبن ممكن تعملوه. طعمه حلو جدا زي المحلات بالظبط، ومكوناته بسيطة وموجودة في كل بيت. أول حاجة أنا هسلق نص كوباية رز في حوالي لتر مية. هسيب الحلة على النار لحد ما تغلي. بعد ما الرز يغلي في المية حوالي 5 دقايق ابدأ اطفي البوتاجاز واغطي على الحلة. لازم اغطي على الحلة، اسيبه حوالي ساعة. بعد ساعة هلاقيه شرب المية، والاقيه كمان استوى كويس جدا. ولازم اتاكد وامسكه كويس جدا بايدي واتاكد ان هو استوى. طب لا قدر الله مثلا ما استواش، هزوده حبة مية كمان وافتح عليه النار شوية هلاقيه استوى. اول ما اتاكد ان هو استوى ابدا بقى احط الحله على النار. بعد كده ابدا احط عليه كيلو لبن. تمام كده. بس اشيل من الكيلو ده كوبايه لبن صغيره، وانزل بقيه كيلو اللبن على الرز بتاعي واقلب كويس جدا. بعد كده هنحط 3/4 كوبايه سكر. يبقى انا عندي كيلو اللبن بياخد 3/4 كوبايه سكر. طب انا بحب مثلا السكر يبقى قليل شويه، يبقى خليها نص كوبايه سكر. انا بحب السكر يبقى زياده، هخليها كوبايه سكر. طبعا ندوق، مفيش مشكله واحنا دوقنا اللبن ومتاكدين ان هو ده مقدار السكر اللي احنا عايزينه. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هحط نص كوبايه جوز هند. دي حاجه اضافيه، الناس اللي بتحب جوز الهند فده يبقى طعمه حلو جدا بالنسبه لهم، وتبقى اضافه لطيفه يعني. طبعا زي ما قلت احنا هندوق نتاكد ان كل حاجه تمام، نبدا نزود او نقلل السكر زي ما احنا عايزين. وبعد كده هحط معلقتين او 3 لبن بودره. واقلب كويس جدا. اول ما الاقي اللبن سخن ابدا احضر بقى. اجيب كوبايه لبن بارده انا كنت شايلاها من كيلو اللبن، وابدا احط عليها معلقتين نشا كبار ادوبهم كويس جدا جدا في اللبن. بعد كده ابدا انزل اللبن بالنشا على الرز بلبن بتاعي، اقلب كويس جدا. تمام كده. واول ما اللبن يغلي بالشكل ده هلاقي ان الرز بلبن بتاعي بدأ يتقل بسبب اللبن بالنشا اللي انا نزلته. اول ما لقيت تقل بالشكل دوت كده خلاص هبدأ احط نص معلقة صغيرة فانيليا او باكو فانيليا. تمام كده. والفانيليا بقى دي مهمة جدا، اهم سر من اسرار الرز بلبن المحلات بجد. وبعد كده نقلب كويس جدا، ونبدأ بقى نصب في الكوبايات او الاطباق اللي عندنا او الكاسات، نبدأ نصب فيها. بس لازم يكون لسه الرز بلبن بتاعنا سخن، يعني ما صبش لما الرز بلبن يبرد، لا، اول ما اطفي على الرز بلبن ابدأ اصب في الكوبايات. ونسيبه طبعا يبرد تماما قبل ما ندخله التلاجة. يعني اسيبه في الكوبايات بتاعتي او الكاسات لحد ما يبرد تماما، وبعد كده بدخله التلاجة. هلاقي ما شاء الله رز بلبن جميل رائع بالظبط، طعمه زي المحلات بالظبط. مكونات سهله وبسيطه، ما زودناش اي حاجه ولا حاجات غاليه، اقتصادي جدا. تمام كده. طعم هيعجبكم جدا. احنا ما هدرناش اي حاجه في اللبن، ما سويتش الرز في اللبن خالص عشان ما يقلش كميه اللبن. جربوه بطريقتي. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده. اشوفكم على خير، مع السلامه.